بونجور يا حلوين، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. مبروك انتي حامل. انا دكتوره لميا العصامي، استشاري امراض النساء والولاده، وهنجاوب سوا على كل الاسئله اللي بتدور في بالك عن الحمل والولاده. بقابل ماميز كتير بتسالني السؤال ده: يا دكتور انا حامل الحمد لله بس في دم بينزل عليا بشكل متكرر، يا ترى ده طبيعي ولا في خطر على البيبي؟ في الحقيقه الموضوع ده بيعتمد على التشخيص بعد عمل السونار. بنخاف من نزول الدم في اول 3 شهور لان ده بيكون اجهاض منذر، يعني ممكن البيبي ينزل في اي لحظه، بس ما تقلقيش، في اغلب الحالات الحمل بيكمل لو التزمنا بتعليمات الدكتور، زي الراحه المعتدله، مش الراحه التامه اللي بتلاقي حماتك ومامتك بينصحوا بيها. احنا بنخاف من الراحه التامه ده لان في الحمل نسبه الجلطات بتزيد نتيجه هرمونات الحمل، والراحه التامه ممكن تزود نسبه حدوث الجلطات في الست الحامل وخصوصا في الرجلين. واهم حاجه اننا نوقف العلاقه الزوجيه في الوقت ده، ولازم نبقى فاهمين السبب ليه. ده لان السائل المنوي فيه ماده بتساعد على تحفيز الطلق والولاده، ممكن لا قدر الله الرحم يفتح ويطرد الجنين اللي جواه. ده غير ان العلاقه بتكون مجهود بدني عليكي مفيش داعي ليه في الوقت ده. في حاله تانية في الشهور الاولى بتتشخص على انها نزول في المشيمه، ده عادي، مش معناه ابدا انك هتولدي قيصري، لان مع الوقت الرحم بيكبر وبيشد مع المشيمه بيطلعها لمكانها الطبيعي. كده لما بنعيد السونار في اخر شهور الحمل بنلاقي الامور كلها طبيعيه. في بعض الحالات المشيمه بتفضل زي ما هي تحت وبتكون سابقه البيبي، زي الست اللي عندها التصاقات في الرحم او اللي ولدت قيصريه قبل كده. في الحالات دي الست لازم تولد قيصري، فمهم جدا انك تبقي عارفه تشخيصك وتبقي فاهمه ان نزول المشيمه درجات، ولو حصل معاكي نزول دم تطلعي على الطوارئ فورا وتعرفيهم ان المشيمه نازله عشان ما حدش يعمل لك فحص مهبل، وكده كده الولاده بتكون قيصريه. في حالات تانية بتكون المشيمه وضعها طبيعي ومش سابقه البيبي، بس ممكن تنفصل بشكل مفاجئ مع نزول دم، ودي حاله خطيره ولازم تروحي المستشفى فيها. وبكده نكون قدرنا نجمع اغلب الحالات اللي بيحصل فيها نزول دم اثناء الحمل، واللي ممكن تكون سبب في انهاء الحمل او ولاده مبكره، وده اللي هنتكلم عليه بالتفصيل في الحلقه الجايه. وما تنسوش ان الحلقات دي برعايه بابل.